قصة بتبدأ في حي هادي من أحياء القاهرة. حي شكله عادي جدا، بيوت متلاصقة وشوارع ضيقة وناس عايشة يومها. لكن وسط كل ده في طفل اسمه يوسف عنده 14 سنة، ملامحه بريئة، عيونه واسعة كأنها بتخبي أسرار أكبر من سنه، وضحكته تبان إن هي بريئة وساعات تبان إن هي غامضة وممكن ترعبك. وهنا بقى عايزك تركز معايا علشان تستمتع بالحكاية يا صديقي، وما تنساش تشرب قهوتك والمشروب المفضل بتاعك وانت بتسمعني. يوسف ما كانش طفل عادي من صغره، كان طفل بيحب الكمبيوتر او اللابتوب ومهووس بحاجة اسمها انترنت. بيقعد بالساعات قدام الشاشة وبيخش على منتديات محدش يعرفها وبيكتب حاجات اكبر من عمره. عالم الدارك ويب. عالم الدارك ويب كان بالنسبة له مش مجرد فضول، كان في باب سري بيخليه انه مختلف عن بقية الاطفال. وسط الروابط المشفرة والصفحات السوداء، يوسف لقى نفسه وسط ناس بتتكلم عن حاجات ممنوعة، عن أسرار، عن ألعاب عقلية، عن ألغاز، وعن جرائم حصلت فعلا كانوا بيحكوها أكنها قصص رعب. كل ده وهو لسه طفل في الإعدادي. ما كانش بيكتفي حتى بالقراءة بس، ده كان بيجرب في نفسه وبيخش على شتات مجهولة، بيتكلم مع ناس أكبر منه، بيبعت لهم رسايل أكنه حد كبير بيكلمهم وبيخدعهم. كان عنده قدرة جميلة جدا على التمثيل، على لبس شخصيات مختلفة، مرة يبقى هاكر ومرة يبقى ضحية ومرة يسأل أسئلة طفل بريء. لكن في الحقيقة هو كان بيدرب نفسه على حاجات أكبر. واللي حصل بعد كده خلى الحكاية دي مش حكاية طفل غريب، لأ، ده طفل بيخش يتكلم مع ذكاء اصطناعي، مش زي شات جي بي تي واللي احنا بنستخدمه، لا ده حاجات تانية خالص. هو كان بيختبر حدود الذكاء الاصطناعي، يسأله أسئلة عنيفة، يخليه يعمل له خطط. كان بيستخدم الذكاء الاصطناعي في حاجات أبشع مما تتخيل. كان بيبني بازل، صور كبيرة لكن ناقص لها قطعة واحدة، والقطعة دي هي اللي هتكشف الحقيقة كلها. في يوم من الأيام يوسف اختفى من البيت لساعات طويلة. أهله افتكروا إنه هو عند أصحابه أو في المدرسة، لكن هو كان في حتة تانية خالص محدش يتخيلها. دخل سايبر وقعد قدام جهاز عليه نت، جهاز قديم، وبدأ ينفذ تجربة جديدة، تجربة عن جريمة، مش جريمة حقيقية، لأ، ده كأنه بيكتب سيناريو، بيجرب بيشوف ردود الناس لو حصل كده فعلا. ومش بس كده، ده كان بيسجل كل حاجة. يوسف كان بيكتب وبيخرج فيلم سينماتيك أكنه فيلم رعب. كان بيكتب عن الضحية وعن المكان وعن التوقيت، حتى عن الأدوات وعن اللي هيحصل بعدها. الغريبة بقى إن هو ما كانش بيكتب لمجرد بس الكتابة، ده كان بيبعت الكتابة دي لناس في الدارك ويب، ناس بتدي ملاحظات وبترد كأنك في ورشة تدريب للشر. واللي يرعب بجد إن يوسف كان بيستمتع، كان بيضحك وهو بيكتب. أنا عايزك تركز معاه شوية في الكلام اللي جاي ده. كان بيحس إن هو بيتحكم في لعبة كبيرة، لعبة هو بطلها الوحيد، وكأنه مجرد قطع في البازل اللي كان بيركبه، بس كان ناقص له قطعة. والقطعة دي لو اكتملت هتوضح ان يوسف مش طفل بيلعب، ده مشروع شيطان صغير بيتدرب على حاجات أبشع لسه جاية في الطريق. في الوقت ده الأحداث بدأت تاخد منحنى خطير. يوسف بدأ يكلم شخص مجهول على الدارك ويب، شخص بيظهر له بيقول له انت معلم، كأنه شخص مختلف، انت عندك عقل كويس واكبر من سنك. الكلام ده كان بيولع وبيشعل النار جواه. يوسف حس ان هو مش لوحده، حس ان هو في شبكة اكبر، شبكة بتدربه وبتوجهه وكمان بتعلمه. والسؤال اللي كان بيطرح نفسه، هو يوسف فعلا كان طفل بيتعلم، ولا كان حياة في ايد حد تاني؟ ولا هو كان بيكتب سيناريوهات للتدريب بس، ولا كان بينفذ خطة حد تاني؟ طبعا دي الأسئلة اللي هتسألها. الحكاية أعمق من كده بكتير. وهنا بقى يا صديقي الغموض الحقيقي اللي بيأكد لك إن يوسف ما كانش مجرد طفل بيلعب على الإنترنت، لأ،
ده كان بيتدرب على حاجات أبشع، حاجة كل اللي حواليه هيشوفوه مش مجرد طفل، هيشوفوه شيطان صغير. يوسف رجع البيت متأخر، عينيه حمرا من كتر السهر، ايده ماسكة كراسة صغيرة فيها رسومات وشخبطة وكلام مش مفهوم، وكان عليها أرقام مشفرة. ولما أمه سألته ايه ده يا يوسف؟ دي لعبة يا ماما، لعبة أنا بعملها. لكن الحقيقة إن دي كانت بداية اللغز، بداية البازل اللي باقيله قطعة. يوسف بدأ ينعزل أكتر ويقفل على نفسه الباب، يقعد بالساعات يكتب ويقرأ وأهله مفكرينه بيذاكر، لكن هو كان بيبني عالم موازي، عالم ضلمة، عالم كله ألغاز. واللي يخوف أكتر إن أي حاجة كان بيعملها كانت مترتبة، أكنه بيخطط لحاجة، كان بيخطط لحاجة لو اتعملت في الواقع هتبقى أبشع بكتير مما تتخيل. انت مصدق ان كل ده يطلع من طفل؟ يوسف بعد الليلة اللي رجع بيها بالكراسة اللي عليها شخبطة وارقام مشفرة بدأ يدخل مرحلة ابشع في حياته. المرحلة دي ان هو داخل بيبني عالم ضلمة، عالم هو نفسه ما كانش فاهمه كله، لكن العالم ده كان بيغويه وبيشده اكتر كل يوم. يوسف بقى يقفل على نفسه الباب بالساعات ويقعد قدام الكمبيوتر، عينيه كانت مركزة على الشاشة كأنه بيشوف حاجة محدش شايفها. اصحابه في المدرسة لاحظوا ان هو بقى قليل الكلام، ما بيشاركش معاهم في الالعاب ولا بيتعاون معاهم حتى، وحتى المدرسين لاحظوا عليه وقالوا عليه ان هو طفل منطوي. لكن الحقيقة يوسف كان بيعيش حياة تانية، حياة سرية على الدارك ويب. يوسف كان بيتعامل مع ناس اكبر منه بكتير، كان بيتعامل مع اسرار ومع تجارب، كان عنده تمثيل رهيب جدا لدرجة ان هم بيصدقوه. اللي بيعلمه الشخص المجهول ده، يوسف لقى في يوم من الايام رسالة منه: انت مختلف وعندك عقل اكبر من سنك، استمر وتعلم اكتر. الكلمات دي كفيلة ان هي تولع النار جوه يوسف، ويوسف حس ان هو مش لوحده، حس ان في حد شايفه وحد بيقدره وحد بيشجعه. ومن اللحظة دي بدأ يتعامل مع الشخص المجهول ده بشكل مستمر. الشخص ده كان بيبعت له كلمات، أسئلة، تحديات، والمشكلة ان يوسف كان بيجاوب على كله صح. الشخص ده كان بيفضل يشجع يوسف وبيقول له انت بتتطور، لكن الألغاز اللي كان بيديها له دي ما كانتش ألغاز عادية، لا، كانت شبه تدريبات عقلية على الشر. مثلا بيسأله لو عايز تخفي أثر جريمة تعمل ايه؟ لو عايز تسأل برنامج ذكاء اصطناعي هتسأله ازاي؟ يوسف كان بيجاوب وكان بيستمتع، وكان شايف ان البازل اللي بيتكون ده شيء بيركبه جديد. كل تحدي وكل خطة وكل سؤال وكل لغز كان بيكون قطعة من الصورة. لكن الصورة دي فاضل لها قطعة واحدة. القطعة دي لو جت هتبين ان يوسف مش مجرد طفل صغير بيلعب، لكنه مشروع شيطاني بيتدرب على حاجات أبشع. الكراسة بتاعت يوسف بقت مليانة تفاصيل من اللي أنا قلتلكم عليها. ومش بس كده، أمه لاحظت تاني وقالت له ايه ده يا يوسف؟ دي لعبة يا ماما، بس اللعبة دي لسه ما خلصتش. بداية التجارب العملية. يوسف ما اكتفاش بالكتابة، بدأ ان هو يسيب رسائل مشفرة في اماكن غريبة، تحت الكرسي في المدرسة او اي كود مكتوب على حيطان الحمام. اللي يلاقي الرسالة ما يفهمش حاجة، لكن يوسف كان بيعتبرها جزء من تدريبه. مرة تانية دخل على برنامج ذكاء اصطناعي وبدأ يسأله اسئلة غريبة. ازاي ممكن اخلي الناس تصدق حاجة مش حقيقية؟ البرنامج كان بيرد عليه، ويوسف كان بيحفظ كل كلمة كأنه بيدرب نفسه لحاجات أكبر جاية في الطريق. وجات اللحظة اللي أثارت الغموض. يوسف اختفى من البيت تاني. أهله دوروا عليه بس ما لقاهوش غير في السايبر قديم. كان قاعد قدام جهاز قديم بيكتب بسرعة وشكله كان متوتر. لما أبوه دخل عليه فجأة لقى الشاشة مليانة بنصوص غريبة كأنها سيناريو لجريمة بشعة. ايه ده يا يوسف؟ انت بتعمل ايه؟ دي مجرد تجربة يا بابا، انا بتعلم. لكن النصوص دي ما كانتش مجرد تجربة، كانت خطة كاملة مكتوبة بكل دقة. ابوه ما فهمش حاجة، لكن حس ان في حاجة غلط. يوسف والضحكة الغامضة اللي لما اتسأل قال له انا مش بلعب، انا بتدرب. الجملة دي كفيلة تخوف اي حد، لانه طفل عنده 14 سنة وبيقول ان هو بيتدرب. فالسؤال ده يبين او يتسأل هو بيتدرب على ايه. بس عايزك تركز معايا شوية، لان اللي جاي
مش بيبين ان يوسف مجرد طفل فضولي، لكنه داخل في شبكة اكبر من اللي احنا قلناه خالص، وبيعمل تجارب عملية في الواقع. والبازل بدأ يتكون، بس ناقص له قطعة واحدة بس. القطعة دي هتخلي يوسف يتدرب على حاجات أبشع. يوسف بعد ما دخل في الحاجات العملية بدأ يشك في نفسه، وان هو ده مش مجرد فضول او ده لعب، وكان بيحس ان هو بيتدرب على حاجات اكبر من كده. العلاقة اللي مع اللي بيعلمه المجهود ده بدأت تتطور اكتر من الاول، وبدأ يبعتله رسائل اطول من الاول كأنها تفاصيل ومليانة دروس، ويوسف كان بيقراها بكل شغف. بيكتب ملاحظات في كراسته وبيحفظ وبيستمر وبيجربها في الحقيقة. والمشكلة ان هو كان بيشجعه وبيقوله انت مشروع كبير، كمل يا بطل. الجملة دي كانت بتخش عقل يوسف كل يوم. يوسف كان عايز يحس ان هو حاجة كبيرة. هو بقى لحد دلوقتي اقتنع انه مش مجرد طفل، وان هو جزء من خطة اكبر من كده. والمعلم ده بدأ يطلب من يوسف حاجات عملية اكتر ويعرضها على ناس في منتدى مجهول. ويوسف كتب قصة عن حادثة في مدرسة. القصة كانت مليانة تفاصيل دقيقة لدرجة ان الناس صدقوا القصة دي، وخلى الناس تصدق. والراجل ده كان بيشجعه ويقول له ممتاز، برافو عليك، انت خليت الناس تصدقك في حاجة ما حصلتش. وفي مرة تانية خلاه يعمل حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يدخل بيها ويتكلم وكأنه شخصيات مختلفة. يوسف قدر يعمل كده ببراعة لدرجة ان الناس ما قدروش يميزوا نفس الشخص. انت عندك موهبة ممتازة. والبازل كان بيكتمل ويوسف شايف نفسه بيركب البازل. كل تدريب وكل تجربة كانت قطعة جديدة، لكن الصورة لسه ناقصة. هو عارف ان في خطوة جاية، خطوة هتكشف له الحقيقة كلها. اللعبة قربت تخلص، القطعة اللي ناقصة هتظهر قريب. امه لما شافت الكراسة للمرة التالتة قلقت، قالت له يوسف انت بتكتب ايه؟ دي لعبة يا ماما. والتجربة اللي كشفت الغموض في اليوم ان المعلم ده قال له اكتب تجربة لأحداث ما حصلتش كاملة. يوسف قعد يكتب السيناريو وقعد يكتب الادوار وردود الافعال كأنه سيناريو حقيقي جدا. يوسف كان بيكتب وبيبعت للمعلم ده، وكان بيشجعه ويقول له القطعة الناقصة قربت. الجملة دي خلت يوسف يحس ان هو دخل لمرحلة جديدة، وهو مقتنع في ذهنه ان كل اللي عمله كان مجرد تدريب. انعزل انعزال كامل. يوسف بقى بيعيش لوحده طول الوقت، ما بقاش يهتم بالمدرسة ولا حتى باصحابه. حتى اهله بدأوا يحسوا ان هو بقى غريب. هو كان بيقضي كل حياته في الكتابة وفي المحادثات مع الراجل المجهول اللي بيكلمه ده. والغريب ان يوسف ما كانش بيبان عليه الخوف او التوتر، ده كان بيستمتع وكان بيضحك وبيفرفش وبيهزر كأنه بيلعب لعبة هو الوحيد اللي فاهم القواعد بتاعتها. بس اللعبة دي لعبة ضلمة، لعبة لو اكتملت هتكون أبشع من أي حاجة. القطعة الناقصة دي يوسف كان عارف إن في حاجة ناقصة، وكل مرة يكتب وكل مرة يجرب. التجربة الأولى يوسف يبدأ بحاجة صغيرة. كتب رسالة مشفرة وحطها تحت كرسي الأستاذ، كانت مليانة حروف غريبة وكواد. الأستاذ لما شافها اتوتر وبدأ يسأل مين اللي عمل كده، لأنه شايف إن دي كانت أول خطوة في التنفيذ. البازل اكتمل وكل قطعة بيعملها كانت مجرد قطعة في البازل، ومع كل قطعة الصورة بقت أوضح. يوسف شاف نفسه مش مجرد طفل، لكنه عقل كبير بيتحكم في ناس أكبر منه. البازل اكتمل والفراغ اللي كان ناقص في الصورة اكتمل. الصورة النهائية طفل عنده 14 سنة، لكنه عقله أكبر من عمره، بيتدرب على الشر وبيسيطر على الناس من غير ما حد يعرف. النهاية المرعبة فعلا اللي كانت في نهاية الكراسة اللي يوسف كاتبها، اللي فات كان مجرد بداية واللي جاي أبشع. الجملة دي كانت نهاية، لكنها نهاية مفتوحة، نهاية بتوضح ان اللي فات مجرد تدريب واللي جاي كله أبشع من اللي فات. يوسف دخل في مرحلة التنفيذ، قدر يسيطر على الناس وقدر يخدعهم من غير ما يعرفوا مين أصلا اللي سيطر عليهم، وكمان ده كله بيحصل في الواقع. لكن السؤال الحقيقي ايه اللي هيعمله بعد كده؟ الصمت سيطر على الأوضة والجو بقى تقيل جدا،
كان في قوة مظلمة بتتحرك حوالين يوسف، وأهله حسوا إنه يوسف مش مجرد طفل، ده كان حاجة أكبر من كده بكتير. السؤال هنا، يوسف فعلا بيتدرب ولا هو مشروع شيطاني لطفل صغير بيتحكم في عقول الناس؟ القصة دي مش مجرد عن طفل غريب، ده جرس انذار لكل اب وام. خلي بالكم من ولادكم، الانترنت مش دايما آمن، والفضول ده ممكن يفتح ابواب كتيرة جدا بشعة للاطفال بتاعتكم.